على يسارهم سيكون رقم 14 من البداية. هنا عز الدين عرضية يا الملعب، عز الدين وراحي بينية، يوسف راح ركلة جزاء. نعم يا سادة، ركلة جزاء للأسود. أول كرة، أول انطلاقة، أول ضربة، أول لعبة، أول لمسة. عز الدين يا عز الدين يحطها أناحي ليوسف، يوسف النصيري يطير ويهرب ويجيب ركلة الجزاء للمنتخب المغربي. الأسود في أول هجمة، الأسود في أول بينية. يا سلام، قنطرة صغيرة بين قدمي المدافع مصطفى. ضربة حكيم أمام مولينكا، حكيم حتى جول 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 أول للأسود. حكيم زياش يسجل أولا. 1-0 لأسود الأطلس في مرمى الرصاصات النحاسية وفرحة المدرجات هنا في أدران. 1-0 يا زياش، زياش يا زياش يضرب الشباك أولا ويفرح وليد وأمرات في المدرجات. يا إلهي على الكرة الأولى، لمسة عز الدين وضربة زياش. 1-0 للمنتخب المغربي. منتخبنا يسجل أولا. سيناريو ممتاز، أداء حتى الآن جيد في أول عرة. وحيرة وليد الركراكي من سيلعب في الدين. 1-2 انطلاق الهجوم. أشرف حكيمي يحافظ على الكرة، يحيى والإضافة، لكن بالنسبة لثعالب الصحراء 2-1. لذلك من الأميرة السمراء هذه الكرة من زياش بعيدة إلى خارج أرضية الملعب، إلى خارج أرضية الملعب. ركلة مرمى. النسخة القادمة من كأس الأمم الإفريقية سيكون في المنتخب المغربي مرشح غير العادي. ممكن النسخة الأخيرة بعد المونديال. العرضية نايف أجد بالراس يبعدها إلى رمية تماس. العرضية في القائم الأول، الراسية من كليمور، هرب راح عرضية. الركنية قادمة لمنتخبنا الوطني، ركنية مغربية. العملاق الأهلاوي المصري أمين عدلي. هذه صعبة، هذه صعبة. ياسين بونو، حكيم زياش خطيرة. حكيم زياش مر والدفاع موجود. قلب الدفاع يتحرك في كل مكان. رأسية ساير المنتخب المغربي عند الدقيقة 20. هنا العرضية والحارس امباندي عرضية. جيرد وحكيم لدى هنا، لكن الكرة تبقى مع الانطلاق مع كامب. الكرة تعود من جديد، ملعوبة طويلة. وصلت هذه المرة أشرف الجيش الملكي، بينما اللمسات لا زالت متواصلة. مهدي بن عبيد اقتراب من المرمى، هذه واحدة. يا سلام يا سلام، لم تكتمل الكرة الماضية. الفرصة الأخيرة الجميلة كانت لمسات ولعبات وكرات ممتعة للاعب المنتخب المغربي، لكن لم تكتمل اللمسة. هنا اللعبة اللي كانت هذه خطيرة، هذه خطيرة جدا. باتسون تاكدا الزامبيين يكتسبون الثقة. هذه خطيرة والكرة إلى خارج أرضية الملعب. الحكم يقول ركلة مرمى. تحركات ذاك يكتسبون الثقة. هذه خطيرة حداري. عود سينبونو والكرة العرضية الراسية من رومان سامي. قنطرة لا، الدفاع موجود والكرة لا زالت لناحي حتى الكرة فيها مرور. الخطورة للمغرب لا أروع ما يكون على مستوى المغاربة المحترفين. قوية يا زياش. هكذا كان رد وليد الركراك. يحيى عطية الله يرفع الكرة، لا يمرر أرضية. الياس بن صغيرة حتى إبراهيم دياس. قنطرة مرور ملعوبة عرضية الرأسية، لكن أشرف حتى إبراهيم دياس ممكن يمر مراوغة، ممكن يلف في دور. لا اليسرى ملعوبة، السرعة موجودة لكن بعيدة. الجهة اليسرى انطلاق بامبو موسوندا. 20 عام للقصير. هنا العرضية يوسف بالراس. معركة الرؤوس والصافرة تأتي من السنغالي. خطأ على يوسف النصيري لمصلحة العود من جديد. المحاولة فيها مرور. هنا تسديدة من بعيد من القارة الآسيوية الصفراء. الكرة تعود من زيغية أو اللي فيها اللغة الأمازيغية منتشرة بشكل كبير. هذه واحدة من الكرات الزامبية على اليمين. يحيى يخسرها لكن وصلت بينية في العمق. هذه خطيرة. حداري من ذاك، حداري بونو يا بونو، ياسين بونو بدور المدافعين يبعد هذه الكرة لوحده على اليسار، والحكم كان قريب والخطأ لمصلحة المنتخب المغربي. أول الكروت الصفراء في هذه المباراة تأتي من الحكم السيد عيسى السي على المكان. مررها لزياش قوية لحكيمي إلى خارجها. التاكا خطير جدا. حداري من هذا التاكا قوية إلى خارج أرضية الملعب. كرة ضاعت ونتمنى أن تضيع كل الكرات. إيمانويل باندا يضيع الفرصة اللي كانت
يتحول من جديد على اليمين، يحافظ عليها، يراوغ ركنيه. العزوزي راح مر من الاول، يمرر الكره، الدفاع الآن اصبحت مشروعه للجمهور المغربي ان يحقق كل شيء. المغربي شغال فعال حتى الان في هذه المباراه. اخر الداكا وباندا. بداية الشوط الثاني إلياس بن صغير يحاول يجيب الركنية، العرضية بعيدة. ياسين بونو مرتاح. المنتخب المغربي في القائم الأول خطيرة، تضرب القائم وتعود وتبقى لمصلحة المغرب في الجهة اليسرى. يحيى عطية الله في الجهة الأول، بينية في العمق، السرعة ليحيى والسد، ولا العرضية ولا الراسية من الركنية. هذه الاثنين سفيان وأيوب يتحدث، يرفع الكرة في القائم الأول خطيرة، لمسة يد من يرفعها كان بامبا، السالة إلى ياسين، إلى أناحي إلى زياش يرجعها. شوف العرضية، رأسية نصيري، والدفاع يمكن بن صغير ونصير. الكرة البدلاء ممكن، العرضية والدفاع على الكرة. ابراهيم دياس يمر من الاول، التغطية ممكن يمر لوحده، عرضية ممكن يمر، بينية في العمق. هنا يوسف نصيري تصل بشكل ممتاز، يا سلام على التمويه. هنا ابراهيم دياس، الله لم تكتمل مرة أخرى يا دياس. متى ستسجل بقميص المغرب؟ صحيح أن المباريات لم تكن كثيرة، لكن كنت قريبا جدا للمرة الثانية في هذه المباراة. شوف اللقطة، هنا التسديدة، لكن تمويه هو الأروع من إبراهيم دياس. هو الونتو نجحت هذه المرة، وصلت، اقتربت. نعم يا سادة، اقتربت هذه المرة. الفتى الذهبي، النجم الصغير إلياس بن صغير يسجل الثاني. لمسات لعبات، تمريرات وتيكي تاكا مغربية في الوصول إلى الشباك عن طريق دياس وحكيمي، واللمسة واللعبة الأخيرة بضربة الصغير، ابن الصغير، ولا هو ابن الكبير. إلياس هو من يسجل، إلياس هو من يدون، إلياس هو من يضرب الشباك. إلياس، الكرة تلعب إلى اليسار، هذه خطيرة، مرتدة سريعة. نايف أجارد وباقي الرفاق يستعيدون الكرة مع سرعة أسامة العزوز والمضايقة اللي كانت من نايف أجارد كذلك. هنا في بوابة سوس العالمة، الكرة تعود، صغير يمر من الأول، يحاول التسديدة. هل تحرر المنتخب من زياش أم لا؟ هل تحرر من الذي قاد زامبيا لتحقيق اللقب الوحيد؟ كرة خطيرة رأسية، احنا نعيد تاريخهم، نعيد ارشيفهم، نحمسهم بالتاريخ ويهددون مرمانا. الكرة فيها تهديد خطير لياسين بونو، واختار كرة زامبيا في شوط المباراة الثاني عن طريق لاعب واحد فقط، هو القصير، هو المكين رقم 20 باتس. وكأس ألمانيا أرقام كبيرة للنجم الخطير. شيلوفيا قوية في المرمى، زامبيا تعود عن طريق بديلها. البديل شيلوفيا يسرق الأنظار ويسجل الأول بطريقة عجيبة وغريبة، بلمسة وانطلاقة خلف المدافعين وفي مرمى ياسين بونو. المنتخب الزامبي وهذه الجالية الزامبية الحاضرة هنا في المملكة المغربية